الارجنتين للنهائي. الارجنتين للنهائي. ومين اللي قال لك الارجنتين في النهائي؟ ابو حميد. يبقى لازم بقى تسمع الكلمتين المهمين اللي جايين دولت، علشان الفيديو ده اساسا انا بصوره في الدقيقه 83 وشايف ان الارجنتين كسبانه 3-0. والمرعب بالنسبه لي هو ان الارجنتين اللي احنا بنتفرج عليها طول البطوله ديت هي النهارده فريق مختلف تماما عن الفتره اللي فاتت، بس هو مش مرعب قوي بالنسبه لي لان انا كنت متوقع. وقلت لك لو تفتكر في الحلقه بتاعت اول خالص لما كنا بنتكلم عن كاس العالم وبتكلم عن طموحي، قلت لك ان سكالوني مدرب الارجنتين مدرب مختلف، ومدرب عارف ان فريقه مش عنده اعلى الامكانيات اللي موجوده للعيبه في كاس العالم. فبالتالي الراجل ده عنده مرونه تكتيكيه، بيقدر يلعب 3-5-2 و5-3-2 و4-3-3 و4-4-2، وبيقدر يلعب ساعات 4-5-4 4-5-1. بيبص للموضوع طبقا للامكانيات اللي موجوده وللمباراه. الراجل من البدايه دخل ما حرقش في دور المجموعات، ومن وجهه نظري هنا الراجل ده في دور كبير قوي لميسي معاه. ما حرقش قوي في دور المجموعات، وبعد ما هو كمل شويه كده برده ما حرقش قوي في دور ال 16 ودور الثمانيه. لما حسوا ان الامور صعبه، عارف ان الماتش النهارده بتاع كرواتيا ماتش صعب، فريق رزل، فريق بيدافع، بيمتص الفرقه اللي قدامه اطول فتره ممكنه علشان يعمل حاجه واحده فقط لا غير، هو ان هو يوصلك لل 120 دقيقه، او بمعنى اصح يفضل يخليك تهاجم 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 طول ال 90 دقيقه وتستنفذ كل طاقتك. وتيجي انت بقى ايه في ال 20 دقيقه او ال 30 دقيقه اللي باقيين دول تقعد بقى تلعب وتشتغل عليه. حلو. ولو ما قدرتش تجيب جون انت ككرواتيا في الفريق اللي قصادك في اخر يعني يعتبر 30 دقيقه اللي هم الشوطين الاضافيين، خلاص يا عم ضربات الجزاء واحنا متدربين عليها. طيب اللي حصل النهارده ان سكالوني فهم الموضوع ده بشكل كويس جدا، وقال لك يا عم طيب معلش، كل الفرق بتروح تهاجم على فرقه كرواتيا وتقعد تطحن نفسها 90 دقيقه علشان تهاجم، طب ما تسيب لهم الكوره يا اسطى، سيب لهم الكوره ونلعب ازاي؟ اصل هم نص الملعب بتاعهم برضو اقوى من نص الملعب بتاع الارجنتين. نص ملعب الارجنتين كله لعيبه صغيره في السن، برضو اكبر واحد فيهم 28 سنه، ومن الاخر برضو الخبرات مختلفه عن الثلاثه العتاد اللي موجودين في كرواتيا. فخلاص يا عم احنا نلعب 4-4-2. حلو. بعد ما كنا بنلعب 5-3-2 طول البطوله، او بنلعب 3-4-3، نغير الطريقه ل 4-4-2 علشان نقفل وسط الملعب. تفتكر بقى كده معايا كان في مدرب عندنا، والله كان في مدرب عندنا كنا بنلعب بطريقه دفاعيه، او بمعنى اصح كنا بنلعب على المرتدات، نلعب 4-4-2 بدل ما نلعب 4-2-3-1، نقفل خط النص ونلعب على المرتدات الطويله، او بمعنى اصح السروهات الطويله، علشان نقدر نروح ونلعب بمرتدات ونجيب اجوان. وراح الراجل ده عمل الحركه دي كذا مره، وكانت الناس بتقول عليه جبان ودفاعي وملوش اي 30 لازمه، ومدرب من الاخر لا يفقه شيء في الكوره، رغم ان هو خد 2 دوري ابطال افريقيا. تفتكر اسمه؟ فكرني كده باسمه تحت. اسكالوني عمل كده بالظبط في الشوط الاولاني. الشوط الاولاني الاستحواذ 34 او من 34 ل 38% بالنسبه للارجنتين. الارجنتين مش معاها الكوره، سايبه الكوره كلها للفريق بتاع كرواتيا. فريق كرواتيا اضطر ان هو لما يبقى معاه الكوره، طب ما خلاص ما انا معايا الكوره يبقى لازم اهاجم بشكل اكتر شويه، احاول ان انا اضغط بشكل اكتر شويه واجيب جون. طيب وبعد ما تجيب جون يا عمنا احنا كده ركبنا الماتش، يبقى نرجع بقى ونركن الايه الباص ورا وندافع زي ما كنا بنعمل. ولكن اللي حصل طريقه مختلفه، 4-4-2، قفلنا نص الملعب، هم مش عارفين يعملوا حاجه بالكوره. كره طويله، ضربه جزاء، كل ليه؟ لان الدفاع بتاعه اتقدم، بعد ما كان الدفاع بتاعه اللي هو عنده دفاع سنه كبير شويه وكان واقف في خط 18 بتاعه وبيحميه الناس بتاعه نص الملعب، لا دلوقتي الدفاع بتاعه بقى قريب اكتر لنص الملعب، بقى قريب للدايره كمان اللي موجوده في نص الملعب. فبالتالي السرعات كمان مع السن لا تفرق كتير قوي، بالذات لما يبقى عندك لعيب زي المهاجم بتاع الارجنتين سريع كده، وبرده ايه سنه صغير، تروح كره تانية طويله جون. طيب جبنا جونين، خلاص الماتش بنسبه 90% اتقفل. ما هو كرواتيا مش هتهاجم عليك اكتر من كده، ما هو انت اوريدي اصلا سايب لها الكوره وبتدافع وجبت فيها جونين، فما هعمل اكتر من كده ايه؟ مفيش حلول، ما عنديش حلول، انت خلاص قفلت الجيم كده وخليته بمعنى اصح ضبه ومفتاح وكش ملك يا برنس، انا كسبت المباراه. طيب الشوط الثاني تسكت؟ لا، الشوط الثاني بقى انا عايز اعمل حاجه تانية، انا سكالوني عايز اعمل حاجه تانية، انا عارف ان دول مش هيهمدوا، واتلسعت من الغلطه اللي كانت موجوده فين في ماتش الايه في الماتش بتاع هولندا، ان انا كنت كسبان 2 اتعادلوا عليا في اخر لحظه، فلا 2 مش كفايه، فانا لازم اجيب جون كمان، بس في نفس الوقت اجيب جون بعقل.
يعني اجيب جون وما يبقاش انا فاتح الدنيا عندي وموسعها قوي ومصدرها قوي على الاخر. لا، ما اعملش كده. انا اعمل ايه؟ ارجع للخطه بتاعتي تاني، بس اخليها 5-3-2، وعندي الاثنين اللي قدام دولت هم بقى من الاخر كده يجروا وينتهوا في الملعب زي ما هم عايزين، وانا قافل ورا، وفي نفس الوقت في المرتدات عندي الباكين اليمين والشمال بيطلعوا يجروا معايا وتبقى الدنيا تمام. راح اعمل ايه؟ راحت كوره لميسي، مهاره فرديه من ميسي، رقص كالعاده، وراح حاططها للمهاجم جابها جون. بقوا 3، خلص الماتش في الدقيقه 70، خلص الماتش. انت مش محتاج كل الهلك ده، انت رايح لماتش نهائي عايز طاقتك كلها، مش عايز تحرق طاقتك كلها. عادي جدا ان انت اللي تكسبه وتلعب بيه، عادي جدا ان الارجنتين اللي الناس كلها بتقول عليها اكتر فريق هجومي والكره والتانجو ولينا شكل ولينا اسلوب ولينا طريقه وما ينفعش ان احنا نغيره ومش عارف ايه والكلام ده كله، عادي جدا نرجع ندافع كلنا 10 ورا الكوره، بدل ده اللي هيودينا لكاس العالم. عادي مفيش مشكله، بدل هيودينا كاس عالم نعمل كده، ما فيش اي مشكله خالص. ولا هتلاقي واحد بقى طلع قال لك والله ده احنا هويتنا انتهت، احنا فريق مش عارف. يا باشا دي امكانياتي، وانا كمدرب علشان اوصل بيك للهدف اللي انت عايزه كاس العالم لازم اعمل كده. فمش مشكله ابدا ان انت يكون فريق ليك تاريخ كبير قوي هجومي وتيجي في بعض الاحيان انك تدافع، عادي. تغيير الهويه؟ لا مش تغيير الهويه. بعد كده النهارده انت هتتفرج على الارجنتين بقيه المباراه بتهاجم وبتلعب برده بشكل كويس، بتدافع 10 ورا الكوره، بس في نفس الوقت كسبانه 3. يعني النهارده انت عندك فريق كسبان 3-0، استحواذه نسبه تقريبا 40% من المباراه، او يمكن اقل من 40% بكتير، ما بين 34 ل 38%. تقدر تقول عليه ان الفريق ده فريق دفاعي؟ ما هو جاب 3 اجوان، العقل برضو يعني. الحاجه الاخيره اللي انا عايز اقول ان هي سبب نجاح كبير قوي عند ميسي وسبب فشل كبير جدا كانت موجوده عند رونالدو، ان لعيبه البرتغال كانت حاسه ان رونالدو ما بيدورش غير على مجد شخصي. انا عايز مجد شخصي. انا من ساعه ما ساب ريال مدريد ورونالدو ما بيدورش غير على ارقامه في دوري الابطال ومجد شخصي ليه فقط لا غير. فبالتالي بتكون النتيجه ايه يا عمنا؟ بتكون النتيجه ان اللعيبه اللي حواليك بتحس انك بتلعب لنفسك مش بتلعب للفرقه. بتحس ان انت لو رتمك قليل شويه، لا يا عم احنا مش هنبطئ من رتمك، احنا مش هنمشي على مزاجك، مش هتمشونا على مزاجكم. وده اللي حصل بالظبط مع كريستيانو رونالدو وخرج. العكس الناحيه الثانيه، ميسي رغم ان هو بيدور على مجد شخصي لكاس العالم، الا ان هو في كل الاوقات لا احنا الفرقه واحنا علشاننا وعلشان البلد وعشان مش عشاني انا اخر واحد تفكروا فيه. بل بالعكس بقى اللي بيحصل ايه؟ ان كل اللعيبه اللي موجوده في الملعب هتشوف لو ميسي واقف في 9 بيجروا ورا الكوره بيموتوا نفسهم، بس انت ما تموتش نفسك، موت نفسك بس في الحته الهجوميه احنا محتاجينك فيها. ده دور مهم جدا لكابتن الفرقه، ان انت تبقى عارف تلم الفرقه حواليك وتوقفهم على رجلك. ميسي ان شاء الله في النهائي، لو المغرب بكره باذن الله صعدت للنهائي، فاتمنى بكل قلبي والله ان المغرب تصعد وتوصل النهائي وتاخد البطوله. يعني كشخص عربي اتمنى ان ده يحصل، بس يعني خلينا نشوف ايه اللي هيحصل بكره. لكن ميسي لو في النهائي قدام فرنسا باذن الله الارجنتين تكسب، لو قدام المغرب ممكن الارجنتين طبعا اكيد تكسب، بس انا اتمنى طبعا المغرب. فاكتب لي رايك تحت في الكومنتات، هل انت شايف الارجنتين فريق دفاعي ولا لا؟ ويا ريت تشترك على القناه وتدينا اللايك الحلو على الفيديو ده، هكون مبسوط جدا كمان لو كتبت لنا كده تعليق عن فكره انت عايزها او نفسك تسمع معلومه معينه او بتدور على معلومه معينه واحنا نكتبها لك تحت او نعمل لك عليها حلقه مخصوص. ارجنتين 3 فاضل 3 دقائق، اشوفك الحلقه الجايه بكره ان شاء الله عشان نحتفل بصعود المغرب للنهائي. اتمنى يا رب يا رب وكل قلوبنا مع الشعب المغربي. تصبح على خير، سلام عليكم.